عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. قريبا العودة إلى تونس. هذه زاد الفيديو مصور عنده برشا من بداية عنده هكا براسك أكثر من شهر. هكا عادتي كل ما تسخن الدنيا هكا نعمل سلطة مشوية. كما تعرفوا هكا الصيف ويكثر فيه الخرجات وتبدأ الدنيا سخونة كل شيء. ماذا بينا ديما على حاجة هيك باردة كما السلطة المشوية باش نعملها لكم اليوم. هاكا نعمل كونتيتي كبيرة شوية هكا خاطر تعرفوا الكوجينة تسخن في الصيف. وماذا بينا نعملوا هذوما كيما سلطة مشوية. هكا نعملوا كونتيتي كبيرة باش نربحوا الوقت ونرتاحوا من الحوسة. كما تعرفوا هذه سلطة مشوية تاخذ هكا الليد وتحوسك الكوجينة شوية. حاسيلو كي تبدا تحب تعمل ساندويتشات ولا تعمل عشاء وتزيد معاه بطبيعة الحال حاجة أخرى، أو كتلقى سلطة مشوية متاعك حضرة باش وباردون بليس. أنا نحب السلطة مشوية كي تبدا باردة ماهيش سخونة. حاسيلو اليوم باش نعملوا مع بعضنا هذه السليطة طريقتي كيفاش باش نعملها في الفرن. تبعوا معايا الديتاي ونحكي هيك شوية ونوسعوا شوية بالنا باش نحكي لكم اليوم على أرباح اليوتيوب بعد ما تحققت الشرط الأول والثاني، وإن شاء الله توا في الشرط الثالث. تبعوا معايا شنو هو باش تاخذوا فكرة بالحق باش تاخذوا فكرة. الموضوع اليوم راهو مهم جدا، خاصة القنوات اللي مازال ما فعلتش الربح وما تعرفش شنو هو الشرط الثالث شنو هو بعد ما تحقق الشروط شنو هو الربح في القناة. نبدأ على بركة الله، وديما ما ننسوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. باهي بالنسبة لسلطتنا باش نحكي لكم أكيد حتى بالعين هكا قاعدين تشوفوا. هكا حطيت هنا عندي فلفل حار هكا غسلته وشيحته، الطماطم الصيفية والبصل بطبيعتي أنا ما نستغناش عليه على خاطر الفلفل برشا حار، والبصل يزيد في الكونتيتي متاع السلطة ويبرد السلطة كي تكون حارة. بالنسبة للفور باش نحطهم على مود غريي، معناها مش كما نحط السلطة على متاع المود اللي نحط عليها البيتزا ولا حاجة، لا باش نعملها على مود غريي. منعرفش اسكي الفور متاعكم فيه المود هذه ولا. المهم حاجة قوية قوية اللي تشوي السلطة المشوية. باش نحكي لكم زادة على الأرباح. حصيلو حتى انا هيك قبل كنت هي اللي معناها اللي واحد يحل قناة فما برشا ارباح وفما برشا معناها ما نعرفش برشا فلوس، لكن العكس صحيح. اللي بعد ما تحقق الشرط الاول والثاني فما شرط آخر بعد ما تقدم قناتك للمراجعة أو كتبقى تستنى. أنا بقيت نستنى حوالي 10 أيام، ومن بعد العيد هكا بعد العيد الصغير بعثوا لي هيك في الاستوديو هكا اليوتيوب بعثوا لي فيليسيتاسيون معناها راهي الشانة متاعك تقبلت والحمد لله وفرحت وكل شيء. نتعدوا للشرط الثالث ديراكت. مشيت انا شنو كيفاش نعمل باش نعرف اللي فما حاجات معناها بعد تحقيق القناة عملت هيك على اليوتيوب على جوجل بعد تحقيق الربح شنو مثلا ماذا افعل. المهم عملت ريسيرش ولقيت اللي كونه ديراكت تمشي لهذوك الفيديوهات متاعك الكلهم وتعمل لهم تمشي تلقى فما الدولار علامة الدولار وتعمل هذوك تفعل الربح على كامل الفيديوهات متاعك اللي بديت بيهم حتى الآخر فيديو. أني راني معلمني حد كيفاش نعمل هذه المونتاج ونعمل هذوما الشروط وكل شيء تعلمته على اليوتيوب. راهو معلمني حد ما وراني حد ودخلتها بنية. دخلت هذه
دخلت عملت قناة صدقوني بنية، لا نعرف لا فما شرط أول لا ثاني لا ثالث. دخلت عملت الفيديو الأول، ومن بعد بديت نشرشي وبديت نعرف اللي كونه فما 1000 مشترك، ومن بعد فما 4000 ساعة، وفما الشرط الثالث. حسيلو أكيد راكم تعرفوا بالنسبة للقنوات الكل، من غير ما نطول عليكم في الشروط الأول والثاني. المهم الشرط الثالث، بعد ما فعلت الفيديوهات الكل فيهم علامة الربح، وندخل للفيديوهات، ودخلت للفيديوهات اللي فيهم الوقت بزايد، معنا فيهم من 8 دقائق واطلع الفوق. هذوك تعمل لهم مثلا 4 إشارات 5 إشارات، هذوك تعمل أبليكي أجوتي أنونس. المهم لكم حرية الاختيار، وديما ننصحكم كي تعملوا خاصة اللي ما زلتوا ما فعلوش ما فعلتش القناة متاعهم الربح، اعملوا ديريكت معناها فيديو اكثر من 8 دقائق، راهو يعاونكم برشا في تحقيق الربح بصفة عامة في القناة. هكا هو بعد ما دخلت للفيديوهات الكل، عملت فعلت الدولار، وبدا هذاك الاس هذاك علامة الدولار بدت خضراء. بنكذبش عليكم نهارين الاولين ما نعرفش كي يكونوا فيق صباح هيك نلقى معناها لقيت 0.001 سنتيم. هكا هو بديت تستغربت كيفاش معناها كل شيء. هكا هو هذاك على حسب المشاهدات، على حسب الإشارات اللي مثلا كي يدخل حد صاحب مثلا كي يدخل حد يشوف الفيديو متاعك، هكا الإشهار يلزمو يتشاف، راهو ما يتعداش ديريكت. هكا هو الفايدة في الإشهار، والفايدة في البلد اللي تجيك منه المشاهدة. مثلا يعني لو كان جتني مثلا مشاهدة من بلد أوروبي، راهي خلي من ما تصدقوني من 1000 مشاهدة من مثلا ما نعرفش من تونس ولا من مصر ولا من المغرب، راهو المشاهدة اللي تجي من القنوات الأوروبية راهي تجي غالية، معناها ما تجيك معناها تزيدني أنا، تنفعني تزيدني في الدولار. أما بالنسبة للمشاهدات اللي تجي من البلدان الأخرى معناها العربية، راهي ضعيفة جدا، الدخل يكون ضعيف بعض السنتيمات. وأنا هذا راهو مجرب، عندي فيديو مش متاعي، ما أنا عملته لي صاحبتي على المليارديس، معناها المشاهدات الكل تجي من تونس. وصدقوني ادخلوا على القناة وشوفوا الفيديو، عطاو تلقوا فيه 1500 معناها فيو، وكل يوم راهو كل يوم المشاهدات يدخلوا له لعنة العباد قاعدة تشوف الفيديو. لكن الأرباح تصوروا 4 سنتيمات، معناها 4 سنتيمات ما نعرفش بيجوش حتى 300 فرنك تونسيات ولا ما نعرفش كيفاش. راهو زايد معناها ريتو اللي يحب يخدم على الدولار يخدم الدولار ويخدم الشرط الثالث. مانيش راني معناها نحرض معناها راني بالعكس، انا الناس اللي معناها بديت معاهم والقنوات راهم هكا على الراس والعين، وما نبدلهمش خلاص حتى لو كان بعشرات قنوات من بلاد اوروبي. هذوك اللي بديت معاهم البداياتي، وهذوك عشرة راهم معناها فوق الراس والعين. لكن الاشتراكات اللي تو باش تجيني من نعرفش من بلدان أخرى عربية، راني صيم عشان باش نتبادل المشاهدات معاهم ولا لا. حسيلو باش نكتفي بالقنوات القديمة معي اللي كبرنا مع بعضنا، ولا اللي زاد الناس أعز الناس عندي زاد برشا قنوات وبرشا ناس عرفتهم معناها من بداياتي، هذوك راهم فوق الراس والعين. لكن سامحوني القنوات اللي باش يجوني جدد تو يجوني جدد، راني ما عاش باش نجم نتبعهم الخطر سيء، انا راني والوقت من ذهب ونحب انا نتبع برشا، ولكن ما عاش باش نطلع على حساب انا نطلع قناتي على حساب طاقتي. راني ما كملت 1000 مشترك وال4000 ساعة، وتو حاليا باش نعمل هذوما الشرط الثالث. الحمد لله يا ربي.
حسيلو نرجع للأرباح. راهم الأرباح راهي قليلة جدا. ما تصوروش مع فيديو على فيديو يعمل لك 30 سنت، 20 سنت، 15 سنت. أكثر فيديو عمل لي 2 أورو، معناها راهو ما فماش ربح، صدقوني راهو الربح ما فماش. لكن في الحاجة الباهية، الحاجة اللي عجبتني في اليوتيوب واللي في الربح، باهي. شن هي الحاجة الباهي اللي ساعة على ساعة، مثلا أنا توا نعمل في المونتاج، فما ناس تدخل لك على الشانل متاعك وتبدأ تتفرج على فيديو، المعناها فما دخل يجيك وانتي تبدا راقد، تبدا تحوس، وهذيك القناة هكا تخدم على روحها. هذه الحاجة اللي تعجبني، بالرغم اللي راهو الأرباح قليلة، لكن لعل وعساه تعمل نهار فيديو أو هذاك الفيديو يخلص لك التعب الكل. مانيش باش إن معناها نطيح لكم الماء في ركايبكم، ومانيش باش نفشلكم، لكن راهو صدقوني الربح قليل جدا. صحيح أنا قناتي صغيرة وما عنديش مشاهدات كبيرة، لكن اليوتيوب أنا نخدم، أنا نصور، أنا نمنتج، أنا نعمل الدنيا كل، ونخسر من جيبي كل شيء. لكن المشكلة اللي اليوتيوب راهو ماهوش قاعد ينشر في الفيديوهات، ما ينشرش في الفيديوهات. إذا تخلوا لي عباد هكا يعرفوني اللي عندي قناة تفرجوا، هو مش قاعد ينشر. تو كي تهبط فيديو على التيك توك ما شاء الله في منعرفش في 6 7 سوايع يعمل لك 700 فيو 800 فيو. اليوتيوب لا، معناها ما نعرفش شنو هو السبب. يلزم يتحرك اليوتيوب، يلزم يساعد الناس. كيفاش الفيو راهي شوية بركة راهو. ما نعرفش. المشكل راهو مش فينا احنا معناها اصحاب القنوات، راهي المشكل تعود لليوتيوب. انا مادام اليوتيوب مش قاعد ينشر في الفيديوهات، راهي مادام الارباح راهي قليلة جدا. وانا مانيش مستعدة باش نتبع 200 ولا 300 قناة باش يعملوا لي اللايكات ونشاهد ويشاهدوا لي. مانيش مستعدة، مانيش عندي عائلتي، عندي صغاري، عندي وقتي، نحب نتفرهد، نحب نخرج. مانيش منحبش نتقيد ب 300 قناة. يلزمني بصراحة، معناها نكذبش عليكم، الصراحة هي كل عندي قنوات نتبعهم يتبعوني، فما عدد معين، فما منعرفش. آه هذا هو القرار الأخير، إني باش نكمل، مش معناها باش نكمل هذه اللي بديته، ومعلش معناها لعل غدا معناها غدوة الله أعلم يتبدل هذايا اليوتيوب. ممكن هو توا يمر بأزمة، لكن واحد يصبر، ما يصبر شوية، ولعل وعساه يتبدل الحال. ان شاء الله نكون فدتكم في الارباح اليوتيوب، لكن ما تفشلوش. ومدامكم بديتوا كملوا. انا نتذكر مرة عملت فيديو هيك على غرب، من بعد راني فسخته. معناها قلت الثنية هذه صعيبة، عرفتها اللي هي ثنية صعيبة من الأول، لكن عزمت روحي وقررت اني باش نكمل. يلزمكم اللي بدا يلزمه يكمل، يلزمه يتحمل الاختيار متاعه، يلزمه يكمل كان بالفشل ولا بالنجاح. لا، من بعد راي بعد ما تتحقق القناة متاعكم مثالش هذاك باش يولي لكم راهو فما مدخول، معناها مثالش. اخدموا اذا كنتي ما عندكش ما تخدميش، ما عندكش ما تعملي مثالش اخدم وصور ومنتج اتعب. راهو الفرنك راهو ما يجيش بالسهل. ان شاء الله يا ربي يعاونكم، وان شاء الله يا ربي تنجحوا، وان شاء الله يا ربي تحققوا الشروط، خاصة اللي ما حققش الشرط الثاني، خاصة الثاني. راني باش نعطيهولكم انا، راهو فما نجموا تشريوا الشرط الثاني. حتى انا راني عملت نفس الشيء. هكا هو ما عنديش حل اخر. ما يتلموش ياسر 4000 ساعة، راهم صعاب. ما تنجمش ما تنجمش راهو تجمعهم الا ما يساعدوك عليهم ناس اخرين. هذه هي مشواري مع وبدايتي مع اليوتيوب. توا حاليا ما زلت في الشرط الثالث يا ربي.
ان شاء الله يا ربي عن قريب، عن قريب ان شاء الله يجيني هذاك الكود ولا بنعرفش شنو يسموه هذاك، وان شاء الله يا ربي نشاركه معاكم. وإن شاء الله نتقدموا شوية في العمل. أكيد يلزم الواحد يخدم شوية، لكن أنا ما نجمش نخدم على حساب صغاري ولا حساب عائلتي ولا حساب زاد حياتي الخاصة. ما نحبش نروح نتقيد نهار كامل شادة التليفون ونتبع في 200 و 300 واحد في النهار. ما نعرفش، ما زاد راهو كان باش نشد التليفون من الصبح لليل، معناها صوروا انتم انسمان معناها باش نشدو من الصباح لليل، راهو من بعد راهو باش يضرني التليفون، راهو صحتي هي الكل. هاكا نخدم شوية، نتعاون شوية مع شوية قنوات، خاصة هذوك اللي بديت معاهم ان شاء الله يا ربي ينجحهم، وان شاء الله ربي يوفقهم. وهكا هذا هي باش نختم معناها الموضوع متاع الأرباح. ان شاء الله تربح الناس الكل. بالنسبة لسلطتنا هاكم كيما شفتوا بالعين كيفاش لتوا المرحلة هذه اللي باش نخلي تسيب هذاك السلطة. كما تعرفوا تسيب الماء، خلاها تستقطر، ومن بعد باش نخلي ندس الكونتيتي اللي حاجتي بها، من نعملهاش الزيت الا اللي حاجتي به يعني باش ناكله، او نفوحها بالباهي بالزيت. راه السلطة مشوية تحب الزيت، كثروا الزيت باش حتى كي بدت حارة ما تضركمش. نفوحها بشوية بشوية ملح وزيت زيتونة باش نعمل لها من بعد زاد كان فما تن نجموا تعملوا لها زيتون ولا عظام مصموطة. وهذه هي تنجموا تعملوا زاد السلطة مشوية في الشاباتي، في السندويتشات. نجموا زاد تعملوا سلطة مشوية تزيدوا معها بريك، تزيدوا معها طاجين، تزيدوا معها سكالوب حاجة أخرى. هذا هو الفيديو متاع اليوم. ان شاء الله يا رب يكون فدتكم بالارباح وبالبدايتي مع اليوتيوب مع تجربتي. خاصة راهو التجربة راهو مش متلقوش كوني يحكي لكم على التجربة متاعو، حاسيلو هاني شاركتها معاكم. وان شاء الله يا ربي نتلقى ان شاء الله في تونس ان شاء الله. نحاول نبارطاجي معاكم هيك اللبسة التقليدية متاعنا ان شاء الله يا ربي يوفقني يا ربي ونشاركها معاكم. ماهوش باش يكون زاد على هيك الطبخ، باش نحاولوا نبدلوا شوية اسواقنا في تونس، حفلاتنا اعراسنا ان شاء الله يا ربي. كان فما زاد هيك فما شوية اعراس ان شاء الله حاسيلو باش نشوفوا مع بعض، باش نشوفوا اللبسة متاعنا التقليدية. ونخليكم في امان الله. نتلقاو على خير. وان شاء الله هذا ماهوش اخر فيديو، ان شاء الله هذه البداية يا ربي. نبش نتوحشكم برشا. اكيد راهي لهنا الانترنت مش كما غادي، لكن راني مانيش باش نغيب عليكم، واكيد جدا تلقاوني حاضرة ديما معكم. بسلامة.